هنزل بقى بالفراخ. الطاسه بتاعتي سخنه، حاطه فيها شويه زيت بس. البهارات بقى بتاعتي اللي انا هحطها: معلقه كبيره بهار مشويات، معلقه صغيره كاري، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره سبع بهارات، نص معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره مرقه دجاج. مرقه دجاج بودر، انا بجيب اللي هي البودر دي علشان ناس كتير قالوا لي ان اللي هي الثانيه دي مش صحيه، يعني مش حلوه. عايز تدوق كوكو؟ كده. كانوا مندوق يا يلا بينا. ايه؟ حلوة حلوة حلوة. ده اللي بترقص له ده ولا ايه؟ والله شوفي ازاي. دول 4 كوبايات لبن، هنزل بيهم بقى كده. هحطهم هنا الاول وبعدين هعمل هنا البشاميل. هعمل هنا الدقيق، هحمص الدقيق هنا وبعدين هكبه على البشاميل. انا بعمل كده علشان ما يكلكعش، ودي احسن طريقه على فكره، ما بيكلكعش ولا اي حاجه، بيبقى جميل جدا. جربوها وقولوا لي رايكم. خلاص الطاسه بتاعتي بقى نشفت. هنزل ب4 معالق كبار زيت. 2 3 4. وهنزل ب4 معالق كبار دقيق. دول 4 معالق كبار عموما يعني. هحط رشه فلفل اسود. خلاص الدقيق بتاعي بدات ريحته تطلع. اول لما تبدا ريحته تطلع هنزل بيه في اللبن على طول واقلب. هظبط الملح بتاعي واحط شويه مرقه دجاج، وهفضل اقلب لحد ما يتقل ويوصل للقوام المناسب. اول لما يوصل للقوام المناسب هبدا ان انا اطفي عليه، وما سيبوش يغلي كتير علشان ما يقطعش، علشان لو سبت البشاميل يغلي كتير بيقطع. بس خلاص البشاميل بتاعي تقل اهو. بصوا، انا بالنسبه لي القوام ده حلو قوي، يعني بالنسبه لي مش عايزاه اتقل من كده. هنزل بقى بالمكرونه. خلصت المكرونه، خلاص اتسلقت. المكرونه خلاص اتسلقت اهي. هحط بقى في الصينيه. هحط في الاول شويه بشاميل، شويه بشاميل برضو.